السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الحلاوة الطحينية بأسهل طريقة. انا معايا هنا كوباية ونص كده زي ما انتم شايفين من الطحينة. الطحينة دي انا شاريها ايه من بره، لكن دي عاملاها في البيت. انتوا هتلاحظوا ان دي غامقة ودي فاتحة، لان طبعا بره بيبقى حاطين لها طبعا دقيق وكده، ضايفين عليها كميات تانية، مش مكترين يعني السمسم زي ما احنا بنعملها سمسم صافي كده في البيت. ومعايا هنا ايه بنفس الكوبايه اللي انا كيلت بيها اللي عايرت بيها الطحينه، عايرت بيها هنا كوبايتين من الدقيق. انا خدتهم اهو، رحت على البوتاجاز. انا هديهم بس كده ايه تحميصه كده ايه خفيفه، علشان ايه اطلع الرطوبه اللي في الدقيق زي ما انتم شايفين كده، على نار هاديه كده وايه، وهديهم تحميصه كده على البوتاجاز. انا استنيت طبعا لغايه اما الدقيق برد، وضفت هنا كده في البوله دي دول كوبايتين من الدقيق، نفس الكوبايه اللي انا معايره بيها الايه الطحينه، ودول كوبايتين من السكر هنزل بهم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب بقى ايه الدقيق كده مع السكر، ولا هنكلف نفسنا ولا اي حاجه زي الاول لما كنا بنقعد بقى ايه نشتري لبن بودره، واللبن بودره دلوقتي غالي. لا، احنا هنعملها باسهل طريقه. بس انا بقى ايه حابه اقول لكم ان انا كان عندي ايه حبه كده من اللبن البودره في باب التلاجة، والله انا ما اشتريتهمش يعني النهارده ولا حاجه من بره، حبه صغيرين اهو. يعني مش هنحط زي الاول لما كنا بنحط ايه كوبايه كده، نملى كوبايه لبن بودره ونملى كوبايه من الطحينه. كنا بنحط الطحينه قد ايه، قد اللبن البودره. السكر والطحينه كلهم قد بعض. دول بس كانوا عندي ايه في التلاجة. لو انت عايزه ايه تزودي يعني ايه القيمه الغذائيه بتاع الحلاوه الطحينيه. وانتوا عارفين طبعا احنا في ايه في الصيف، والصيف حابب الايه الاكلات الخفيفه، الحلاوه الطحينيه، الجبن، اللانشون. عارفين ان احنا بنعمل الطبيخ وايه وبيتكب. انت طبعا ايه مش مرتبطه ان انت ايه بمعيار الطحينه، انت هتحطي على حسب ايه ميل. هنزل بقى كده بالطحينه زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. بس عشان ايه محدش ماسك لي التليفون وانا اللي ماسكه التليفون بصور. هقلب بقى ايه إن احتاجنا النص التاني هنحطه، ما احتاجناش خلاص مش هنحطه. لما نقول بقى ايه ان احنا هنحتاج ايه النص التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بالنص التاني. انا زي ما قلت لكم دي الطحينه اللي انا عاملاها في البيت. بصوا غامقه ازاي، عشان هي سمسم صافي، لكن دي اكيد ضايفين عليها حاجات. انا شلت كده بقى ايه المعلقه وهقلب بايه، هقلب بايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا فضلت بقى ايه وقفت الفيديو وقعدت ابس فيها كده. شفتي لما بتبسي كده الكحك الدقيق كده مع السمنه، انا قعدت ابس فيها لغايه اما ايه افرك فيها كده على ايديا الاتنين. بس عشان انا ايه ماسكه التليفون، هو ما وريكمش الايه، ما شفتوش المقطع ده عشان انا ماسكه التليفون. قعدت افرك فيها كده على ايديا الاتنين لحد ما دخلت كده الدقيق مع الطحينه مع السكر كله يندمج في قلب بعضه. بصوا بصوا، تمشي كده الحبه كده، تقرصي عليهم كده تلاقيهم ايه حته واحده كده زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. وزي ما قلت لكم هتحطي كوبايتين من الدقيق، حطي كوبايتين ايه من السكر. احنا حطينا كوبايتين دقيق على كوبايتين كده ايه من السكر، فجاوا مظبوطين. يعني انا دقتها لقيتها مظبوطه على الاخر. والكوبايه ونص طحينه يا دوب ان هما جو بالظبط. يعني انت ما ترتبطيش بمعيار ايه الطحينه. انا دقتها كده طعمها حلو قوي.
بصوا انا قعدت بقى افرك على ايديا الاتنين كده بتاع يجي 10 دقايق. اهم حاجه تفركي كده كانك بتبسي في كحك. ومعايا كده البوله دي هي كبيره، يعني تاخد لها يجي كيلو ونص كده. حطيت فيها كده حبه ايه من الفول السوداني. حابه انت تحطي الفول حطي، مش حابه خلاص براحتك، ده حريه يعني. هضيف بقى الطحينه، هنزل بيها اهو كده حبه. بسم الله. وهنزل بقى هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده انا فضيتها كلها ايه في البوله كده. هكبسها بقى جامد عشان لما اجي ايه افضيها ما تفرولش جامد مني. زي ما انتم شايفين كده انا كبستها جامد. احنا الاول بصراحه كانت ايه لما كنا بنعملها بالطريقه بتاع الاول كانت بتكلفنا صراحه كتير، لبن بودره ونقعد بقى ايه نكلف نفسنا، واللبن طبعا ايه غالي. انا يا جماعه صراحه في الصيف انا ما بجيبش فطار خالص من المطعم. الدنيا حر وكل حاجه ايه بتبقى بايظه في الصيف. انا بعمل الفول في البيت والحلاوه الطحينيه واللانشون والجبن وكل حاجه بنعملها في البيت. الست الشاطره اللي تعمل حاجتها في بيتها، والست الشاطره اللي تعرف توفر. لان جوزك يا حبيبتي هيتحمل ايه ولا ايه دلوقتي؟ الجو بقى غلا، الناس هتسد على دروس ولا هتسد على ايجار ولا هتسد على مصاريف ولا هتسد على مدارس ولا ايه ولا ايه. الست الشاطره اللي تعرف ايه تعمل تصرف نفسها، تعمل حاجتها في بيتها. انا خلاص كده خلصت كبستها كلها. بصوا بقى كده انا جبت ايه الطبق اللي ايه هفضيها فيه كده. الطبق كده على العلبه زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايب قلبي تقريبا كده يعني القالب ده يجيله كيلو ونص. هي ممكن يعني ايه تبقى مفروله شويه عشان انا والله ما حطيتها في التلاجة. هنقسم بقى حته كده بسم الله الرحمن الرحيم ونوريها لكم. زي ما انتم شايفين كده حبايبي. بصوا انا لو حطيتها كمان في التلاجة كانت ايه مسكت شويه، بس انا والله ما حطيتهاش في التلاجة، انا قطعتها وعملتها كده معاكم على طول زي ما انتم شايفين. بصوا وزي ما انتم شايفين كده حبايبي. بصوا كده يا حبايبي لو انتوا بقى شريتوها من بره هي تقريبا كده تعمل لها كيلو ونص. انا ممكن احطها لكم في العلبه واوزنها تاني، بس عشان هقعد بقى ايه اطول في الفيديو وهتقعد تتبهدل مني. زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا بصراحه وزنتها بالبوله اللي انا كنت بعمل فيها قبل ما اكبسها في العلبه، لقيتها عامله كيلو ونص بس بالبوله اللي انا كنت بعمل فيها. واولا البوله دي مش تقيله ولا حاجه زي ما انتم شايفين كده. اللي عجبه بقى ايه الفيديو ما ينسانيش بقى كده في الاشتراك. خلوا بقى ايه الفيديو كده ايه يرتفع لاكبر عدد من الناس. يا رب بقى يكون الفيديو ينال اعجابكم. لايك بقى وشير، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع ام اسامه باذن الله. بصوا يا حبايبي كده انا رجعتها تاني في العلبه، قلت برضو لازم اوزنها لكم واوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم اهي انا حطيتها على الميزان اهي تقريبا كده كيلو وربع، كيلو وربع كده من الحلاوه. شوفي انتي بقى لو هتشتري الكيلو وربع من ده من بره شوفي هتشتري بقد ايه. يلا بقى كده ايه لايك بقى وشير، خلي كده ايه الفيديو يرتفع ويكبر ويوصل لاكبر عدد كده من الناس. يلا يا حبايبي متنسونيش بقى كده ايه الاشتراك. لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى ايه تشتركوا، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع ام اسامه باذن الله.